السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا في لقاء جديد بقناة توزروس. أردت اليوم مشاركتكم هذه التجربة. شوف، هذه اسمها باللغة الفرنسية لافغي أوتوماتيك، أي غسالة أوتوماتيكية. معناها هذه متكاثرة ومنتشرة بكثرة مؤخرا في المناطق الأوروبية. ذاتية الخدمة، هي ذاتية الخدمة أوتوماتيكية موجودة دائما عفوا تجدها دائما في الباركينجات، المغازات أو في الطرقات إلى غير ذلك. وذلك كثرة الأشخاص الذين يسكنون معناها في شقق ولكن لا توجد عندهم مغاسل. لذلك يلتجئون إلى غسل معناها غسل ملابسهم إلى غير ذلك في المغاسل الخاصة الموجودة في الطرقات. شوف، هذه مثلا تغسل إلى حدود 20 كيلوغرام ب3 يورو. هذه جيدة. مثلا هذه مثلا للأغطية والجراية باللهجة التونسية، الجراية الأغطية. هذه إلى حدود 9 كيلوغرامات ب5 يورو. لكن لم أفهم لأن هذيك هي ليست الغسل ب3 يورو 20 كيلوغرام، وإنما التشييح، أنك تشيح مثلا الملابس إلى حدود 20 كيلوغرام 3 يورو. وهنا الغسل إلى حدود 20 كيلوغرام ب10 يورو، وهنا الغسل إلى حدود 9 كيلوغرامات ب5 يورو. بالنسبة كيف تدفع الثمن؟ تدفع الثمن مثل أي، وهي منتشرة حاليا في أوروبا، الخدمات الأوتوماتيكية، البيتزا والغسيل أو الشراء الملابس أو شراء كل شيء أصبحت معناها كثير من الأشياء أصبحت أوتوماتيكية. هي هذه الآلة يمكنك أن تدفع مثلا 5 يورو أو 10 يورو أو 3 يورو. هنا مثلا نضغط على هنا مثلا كريفوت كارت. هذه بالنسبة إذا كنت تريد تعمل كارت، ولا مثلا هنا أريد الغسل ولا أريد التشييح. أريد الغسل مثلا ب10 يورو 20 كيلوغرام أو 5 يورو 9 كيلوغرامات. أعمل مثلا ماشين مثلا 5 يورو 9 كيلوغرامات. هذا إذا تريد أن تشتري مثلا مواد للغسيل، هناك مواد كذلك للغسيل. لا يبيعونك المواد للغسيل. مثلا أريد أن أشتري هذا مثلا، ثم نضغط على أوكي. تريد مثل هذا الشخص الذي وضع ملابسه، ذهب تركها هكذا للتشييح ورجع إلى بيته لأن الطقس بارد جدا بالخارج. رجع إلى بيته. هنا يطلب مني إن كنت أريد أن أتحصل على SMS، خدمة الSMS، حينما مثلا إذا أريد أن أغسل وحينما تنتهي الماكينة من الغسيل. مثلا إلى ولا مثلا أريد SMS. نعم، أقول له أريد SMS، أضع رقم هاتفي، ثم أضغط على أوكي وأدفع ما يطلبه، وهو 5 يورو أو 10 يورو. لا شوف، العديد من الأشياء حاليا في أوروبا معناها فكرة بسيطة، لا تتكلف الكثير، لا تحتاج أن تقتني مثلا دكان أو تقتني مغازة. في الطريق العام يعطونك 1 متر 2 متر على 1 2 3 4 2 متر على 4 متر 2 متر على 4 متر. وتضع هذه الآلة المتكونة من 1 2 3 آلات، وممكن أن تدر عليك أموالا طائلة. خدمة ذاتية، خدمة أوتوماتيكية، لا تحتاج لا إلى عامل ولا إلى شيء. الأفكار كل مرة تطلع فكرة جديدة. إخوتي أخواتي، أردت أن أتقاسم معكم هذه التجربة
بكون العديد من الأشياء حاليا أصبحت ذات خدمة أوتوماتيكية. في المقابلة هناك بيع البيتزا، أعتقد أن الشخص هناك بيع البيتزا. أتمنى لكم يوما سعيدا، وإلى لقاء قادم. لا تنسوا عمل لايك، لا تنسوا الاشتراك بالقناة، وإلى لقاء قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.